السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. إذا كانت هذه أول مرة تزوروا قناة مكان جديد نتمنى أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. القناة اليوم إن شاء الله راح نقترح عليكم وصفة دي سابلي بالفلو وبإن كريم رائعة. يجيو دي سابلي بزاف بنان ورائعين شكلا ومذاقا، فخليكم مع الفيديو باش تتعرفوا على الوصفة وطريقة التحضير. مقاديرها بسيطة. عندنا 125 غرام ديال لا مارغرين، زوج بيضات، زوج مغارف كبار ديال لا مايزينا، كيس ديال لو سكر فانيي وزوج مغارف كبار ديال لو فلون فاني. تقدري تعوضيه باي فلون ذوق اللي حبيتي. عندي قرصه ديال لا لوفر شيميك والفرينه باش نمو العجينه ديالنا. ندوزو الى طريقه التحضير. في اناء نخلطو هذيك لا مارغرين، من الاحسن تكون بدرجه حراره الغرفه. نزيدو عليها هذاك الكيس ديال لو سكر فاني اللي تقدروا تعوضوا سوا بلا فاني نورمال ولا تقدروا كامل تستغنيو عليه باسكو عندنا هذاك الفلو. نزيدوا هذوك زوج مغارف ديال الفلو وزوج حبات ديال البيض ونخلطوهم مليح حتى ينسجموا هاد العناصر. وبالنسبه للسكر، اذا كنتوا من محبي السكر تقدروا تضيفوا 50 غرام ديال السكر غلاس، يعني ماكسيموم 50 غرام ديال لو سكر غلاس وتزيدوا في هذه المرحله وتخلطوه مليح مع هذيك لا مارغرين والبيض والفلو. وبعد ما تخلطوا لنا هذوك المواد مليح راح نزيدوا هذوك زوج مغارف ديال لا مايزينا اللي راح تمد خفه وهشاشه للصابلي ديالنا، وتانيك نخلطوا مليح هذيك لا مايزينا. ودوكا بعد ما خلطناهم كامل راح نبداو نزيدو في هذيك الفرينه مع القرصه ديال لا لوفر شيميك. نزيدو هذيك القرصه ديال لا لوفر شيميك ومن بعد نزيدو الفرينه بشويه حتى تستلم لنا هذيك العجينه ونحصلوا على اون بات سابلي. وكي نحصلوا على هذا القوام نحبسوا من الفرينه. هذا هو القوام اللي رانا نحوسوا عليه في العجينه ديال الصابي ديالنا، يجي يكون عندنا اون بات لينه وما تلصقش في اليد، يعني هذا هو القوام ديال لا بات سابلي. ودوكا ناخذ ان بابي فيلم نديرو فيه العجينه ديالنا ونديروها في الفريجيدة من 20 الى 30 دقيقه. هاد العمليه بزاف مهمه في النجاح السابلي ديالنا. شاك فوا نديرو اون بات سابلي لازم لها وقت ديال روبو في الفريجيدة. دوكا بعد ما طاحت العجينه ديالنا راح نشكلوها كرايات ابوبري وزن ديالهم من 20 الى 22 غرام ماكسيموم باسكو لو مول ديالنا صغار. اون بليس درنا فيها لا لوغ، نشكلو كرايات ونحطوهم دون اون اسيت.
ودوكا نبداو بتشكيل لي صابي ديالنا. ناخدو هاد لو مول، انا خديت هاد المول دو سانت اونوري، وانتوما ديروا اي مول حبيتو، وراح نشكلو فيه لا بات ديالنا. ناخدو اون بول ونديروها في لو مول بشكل عادي، ونضغطوا عليها مليح باش تاخد لنا الشكل ديال لو مول ويخرج لنا ان سابلي شباب. ونوصلو هكذايا حتى نعبرو كاع لو مول ديالنا. وبعد ما عملنا كاع المول ديالنا، دوكا راح ندخلوه الفرن سخون على درجة حرارة 175، ياخدو في تاب ابابري 15 دقيقة. وكي تشوفي الطرف ديال الصابي ديالنا تحمروا، الو خلاص راهم طابو. ونديروهم فوق الشبكه هكذايا باش يبردوا لنا. كما راكم تشوفوا انا ما خليتهمش يتحمروا بزاف، باسكو راح ندير لهم اون كريم شوكولا، يعني راح يجيوني شابين مع هذيك لا كريم. يعني اذا كنتوا انتم تاني راح ديروا لهم نفس الكريمه، ما تخليوهمش يتحمروا لكم بزاف. اذا نحيو هادو اللولين اللي طابوا ونديروهم في الشبكه باش يبردوا، ونواصلوا الباقي ديال العجينه ديالنا. وهادو هما لي صافي ديالنا بعد ما كملنا الطياب ديالهم، يجيو بزاف شابين. وانا هاد لي ميزور اللي درت لكم خرجوا لي سوا 27 حبه. دوكا نخليوهم يبردوا وندوزو نشوفوا كيفيه التحضير ديال لا كريم ديالنا. بالنسبه لا كريم راح تجي لا كريم بزاف بنينه. راح نحتاجو فيها 220 مليلتر ديال الحليب، 20 غرام ديال لا مايزينا، 2 مغارف ديال لو فلون شوكولا، ومغرفه كبيره ديال لو كراميل. طريقه التحضير ديالها طريقه سهله بزاف. في كاسرونه نخلطوا هذاك الحليب، لا مايزينا مع لو فلون شوكولا اللي تقدروا ديروا في بلاصتو اي نوع فلون يكون عندكم واي ذوق تحبوه. ونخلطوا هاد العناصر بالفوي بارد في بارد، يعني ماشي فوق النار. نخلطوهم مليح، وبعد ما ينسجموا لنا هاد العناصر مليح نديروهم فوق النار ونشعلهم على نار هاديه خلاص. ونستمروا في التحريك حتى يغلي لنا هاد الخليط. ومن اول غليه غير يغلى لنا هاد الخليط نطفيو عليه كما راكم تشوفوا هنايا. غير راح يبدا يغلى من اول غليه كما قلت لكم، نطفيو عليه ونزيدوا له هداك الكراميل ونخلطوه، وتكون لا كريم ديالنا واجده. يعني هي كريمه بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوا هاد الصابلي بهاد لا كريم وراح تشوفوا الفرق. دوكا في وسط كل حبه ديال الصابلي ندير مغرفه صغيره ديال لا كريم، نديرها في الوسط ونوصلها كدايا حتى نكمل كامل الحبات ديالي. وانا هذا هو التزيين اللي درتو غير بلا كريم هذه. وانت تقدري ديري امام بلا كونفيتور ولا بنيمبورط كال كريم حبيتيها، بلا كريم وسيترون، بلا كريم فاني، باي كريم حبيتيه، مام بالكراميل. الكراميل غير وحدو تاني تجي بزاف بنينه والشكل ديالها يجي شباب. وانايا هنايا ضفت اضافه صغيره، رشيتهم بشويه ديال لو سكر كلاص. هذا اختياري، انا نحب نضيف هاد اللمسه ديال لو سكر كلاص في الكاطو ديالي، يعطي لهم شكل شباب. وانتما هاد الخطوه اختياريه تقدروا تستغناو عليها. اذا كانت هذه هي وصفه لي صابلي وفلون بلا كريم وفلون. نتمنى انها نالت اعجابكم وانكم تجربوها عن قريب ان شاء الله. والى الملتقى في فيديو جديد على قناه مكابان وديليس. مع السلامه.